السلام عليكم ورحمة الله المتتبعين ديالي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم التوأم. فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا نهار اليوم اللي هي البسطيلة بالدجاج البلدي اللي كتجي من ألذ وأروع ما يكون. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا المكونات اللي كنحتاج لهاد البسطيلة. عندي دجاجة بلدية مقطعة، عندي هنايا زعفران شعرة، عندي ضويمه ديال الزعفران، عندي عويدات ديال القرفه، معلقه ديال السمن، عندي الملحه، عندي معلقه ديال الزنجبيل، وعندي معلقه ديال الكركم، ومعلقه ديال الابزار. عندي هنايا حزيمه ديال القزبر ومعدنوس. عندي هنا زعفران شعره اللي غادي نوضعه في الماء. وعندي هنايا كاس ديال الزيتون مع زيت المائده. كما شفتوا راني وضعت زعفران شعره في الماء، وضعت معاه ديك الضويمه ديال الزعفران. غادي ندوز نشرمل معكم الدجاج. كما شفتوا راه عندي هنايا الدجاج البلدي، راني وضعت عليه التوابل، الملحه، الابزار، الكركم. هاد الريس ديال الثومه غير ريس واحد صراحه كافي اللي ما بغاش يستغنى عليه. بعد ما داب زعفران شعره مع ديك الضويمه ديال الزعفران، هو باش غادي نشرمل هاد الدجاج مع ديك المعلقه ديال السمن والزنجبيل والكركم والابزار. كما شفتوا راه تنشرمل الدجاج مزيان بهاد التوابل حتى كيتشرب لينا داك الدجاج، وكنخليوه كيرتاح واحد الساعه عاد كنطيبوه. كما شفتوا بعد ما كنشرملو عاد كنضيفوا ليه الزيت هو الاخير، والعويدات ديال القرفه، وديك الحزيمه ديال القزبر ومعدنوس، وكنوضعوه في الطنجره وكنوضعوه فوق النار حتى كيتقلى لينا الدجاج وكيصبح على هاد الشكل. عاد كنضيفوا له ديك كيلو ديال البصله مشلضه. صراحه انا الماء راه كتافيت غير بهذاك القدر ديال الماء اللي داب فيه زعفران شعره والضويمه ديال الزعفران، والبصله راكم عارفين كتعطي حتى هي الماء ديالها. حتى طاب ليا الدجاج وفتتو بهذه الطريقه او قطعته بهذه الطريقه كما شفتوا هو في البول. وهنايا راه اللوز اللي طحنته مع ديك الزهره ديال البرتقال او زهره الزهر، السكر بنكهة الزهر، البرتقال والقرفة والسكر الخشن. وهنايا البيض. بعد ما حيت الدجاج قلعت الدجاج من الطنجرة، بعد ما قلعت الدجاج من الطنجرة ديك المريقه اللي كتبقى في الطنجره ضفت ليها 8 ديال البيضات. بعد ما طربتهم هذاك الجزء راه مشى ليا، بعد ما طربتهم ضفتهم في الطنجره وبقيت كنحرك حتى كيصبح لينا البيض على هذا الشكل. بعد ما كيطيب البيض كنوضعه في واحد المصفاة وكنصفيه حتى كيقطر لينا من داك المريقه اللي فيه باش ما تقطعش لينا الورقه. والدجاج راني فتتو وضعته في واحد البول وخليت البيض بوحدو والدجاج بوحدو. الا بغيتو تشاركوهم كيبقى لكم الاختيار. هذيك المريقه اللي كتقطر من البيض وكتقطر من الدجاج، هذيك هي باش غادي ندهن الورقه باش تجيني الورقه لذيذه، ما تجينيش الورقه صامته. ضروري دهنوا الورقه الا بغيتوها تجيكم لذيذه اكثر. جربوا هاد الطريقه ودهنوا الورقه بالمريقه او الزويته اللي كتخرج من داك البيض، ديك الحشوه ديال البيض وديال الدجاج. كما شفتوا عندي هنايا الطاوه اللي غادي نوضع فيها البسطيله. كنغطيها بالورقه ديال البسطيله اللي كندهنها بشويه ديال الزيت، وفي الاخر غادي نبقى ندهن الوراق بالزيت الوراق اللي كيجيو في الوسط ديال البسطيله كندهنهم بالزيت. عفوا بالزيت اللي قطر من البيض وقطر من الدجاج، ديك الزويته او المريقه اللي كتخرج من البسطيله كتجي لذيذه مع فيها القرفه. كنديروا فيها القرفه بعد ما كنحيد الدجاج. بعد ما كنحيد الدجاج من الطنجره كنضيف واحد 2 ديال الملاعق ديال السكر وواحد المعلقه ديال القرفه باش تجينا ديك المريقه فيها المذاق ديال القرفه وتجي حلوه فيها مذاق السكر. غير جربوا هاد الطريقه راه مشى ليا داك الجزء. بعد ما جبت الدجاج بعد ما طاب وقلعته من الطنجره، وضعت معلقه ديال السكر ومعلقه 2 معالق ديال السكر عفوا ومعلقه ديال القرفه، والسكر كيبقى على حسب الذوق. كما شفتوا راني وضعت السكر في القاع ديال البسطيله ومع القرفه، داك الخليط ديال السكر والقرفه وديك الساشيه ديال الزهر. هذيك الساشيه ديال الزهر ضروري كتعطيكم واحد اللذه خطيره في البسطيله. كما شفتوا هذا هو البيض بعد ما قطر راه كيجي عليه هذا الشكل. كنخليوه حتى كيقطر من ديك المريقه اللي كتكون فيه. راه مشاو ليا شي اجزاء من هذا الفيديو ولكن قلت نشاركو مع البنات ونشرح لهم
الاجزاء اللي ناقصين في الفيديو. هاد الدجاج بعد ما فتتو راه كنقطعو رقيق. الا لقيت شي جزء كبير راني كنزيد نقطعو كما موضح لكم في الفيديو. ها هي المريقه اللي قطرات، شفتوا راني وضعتها في الزلافه، وكنوضع كندهنها بالبانسو بهذه الطريقه. كنحاول ندهن دوك الوريقات باش يجيوني لذاذين ويجيو شاربين داك الزويته ديال البسطيله، وتجي فيهم النكهه ديال القرفه والزهر. واستعملت عفوا في ديك المريقه معلقه ديال الزهر، ضروري معلقه ديال الزهر. عاد كنضيفوا البيض بعد ما كتشرب لينا داك السكر وداك السكر القرفه والزهر، كنضيفوا حتى معلقه ديال الماء زهر عادي كما شفتوا. راه اللوز اللي طحنته مع السكر بنكهه زهر البرتقال والسكر عادي معلقه، ومعلقه ديال القرفه، 3 ديال الحوايج اللي طحنت مع هاد اللوز وغطيت به الوجه. كان كطبقه اخيره، الطبقه الاولى كانت ديال البيض، والثانيه ديال الدجاج، الثالثه كانت ديال اللوز راه كانت عندي غير هاد الكميه اكتفيت بها. نتوما الا عندكم كميه اكثر غير ضيفوها، قد ما كثرتوا اللوز غتجيكم هاد البسطيله لذيذه وكتجي مقرمشه وكيجي فيها واحد المذاق خطيره. البنات غير جربوها بهذه الطريقه، صراحه راه ما غاديش تندموا عليها. وخلاص الدجاج البلدي راه كلكم عارفين انا الدجاج البلدي واخا ما فيش اللحم راه فيه اللذه، راه كتجي بنينه، هي كتجي صراحه مختلف على البسطيله ديال الدجاج الرومي. ملي كيكون الدجاج البلدي تكون بسطيله مختلفه، واخا هو ما فيش اللحم بزاف. راكم تعرفوا الدجاج الرومي رقيق ما فيش اللحم ولكن فيه اللذه. كما شفتوا راني كندهن الورقه ديالي كلها بالبانسو، كندهنها بديك المريقه او ديك الزويته ديال البسطيله ديك اللي قطرات لنا. ضروري تقطروا الحشوه البنات باش ما تقطعش لكم الورقه. الا ضفتوها بلا ما تقطروها من ديك الزويته اللي كتكون فيها راه غادي تقطع لكم الورقه، حيت كتكون المريقه مخلطه بالماء. حنا كنصفيو كناخذوا غير الفوقاني اللي كيكون غير الزيت. كما شفتوا راني ضفت كاس لاروب مخلط في المريقه ما بين زيت البلديه وزيت روميه، واللي ما عندوش زيت البلديه راه غيكتفي غير بزيت الروميه. كديروا واحد الكميه زايده ديال الزيت باش كيبقى لكم هكا كدهنوا به. بعد ما كيتشحر راه كيتصفى داك الزيت وكتاخذوه هكا كدهنوا به هاد الوريقه ديالكم باش تجي هي شاده حقها من اللذه ديال البسطيله. ما تجيكمش الورقه صامطه مدهونه غير بالزيت او بالزبده. صراحه فاش كدهنوها بهاد الزويته او هاد المريق اللي تقطرات من البيض وتقطرات من ديك الحشوه ديال البيض والدجاج كتجي لذيذه اكثر مع المذاق ديال البصله. الصراحه كتجي لذيذه هاد البسطيله وما فيهاش كثره التعقيدات. راه هزت ليا البنات 500 غرام، حيت ماشي بسطيله كبيره، 500 غرام كانت كافيه ديال الورقه د البسطيله. هذه راه استعملت انا الورقه الكبيره كما شفتوا. صراحه هاد الورقه كتجي غزاله، راه دايره بحال ورقه الفيلو، راه مساح فيك ما دورتيها كدور بسهوله. دابا نجيب ان شاء الله كميه كثيره ونشارك معكم بريوات ديال رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. نشارك معكم بريوات وقنينطات ان شاء الله بهاد الورقه. عجبتني الصراحه وسهله، ما عذباتنيش دغيا. في الماء دورتيها كدور ما كتقطع ما حتى شي حاجه. زوينه هاد الورقه. انا كنت كنستعمل الورقه ديال البخار، ملي ما لقيتش الورقه ديال البخار جبت هذه، ولكن صراحه هي صدقات ليا زوينه. وكتجي ملي كطيب هاد البسطيله كتجي مقرمشه بحال الورقه ديال الفيلو. كما شفتوا راه كنلمط البسطيله بهاد الطريقه. الورقه الدخلانيه كنديروا فيها ديك الزويته او المريقه ديال اللي تصفات. الورقه اللي الفوق او الورقه الاخيره راه كندهنوها غير بالزبده بوحدها، الزبده خاصه بالاكل ذوبتها ودهنت بها. وغادي ندخل البسطيله ديالي بعد ما نثقبها بالكيردون، ضروري تثقبوها باش ما تطيقش لكم في الفران. وغطيتها باوراق الزبده ووضعت فوق منها واحد الصينيه اخرى، عاد دخلتها للفران. ما كانش وجهها، خاصكم ضروري تغطيو لها وجهها باش تعطيكم هذا الشكل النهائي ديالها. راه كتجي كتحمق البنات. دخلتها الفران، خدات مني ساعه. كان الفران على درجه الحراره مهيله، شعلت ليه 160 وكان مغطي ليها الوجه ودايرها في الرف الوسطاني وهي كطيب على المهل.
كما شفتوا راه بعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها. راني دهنتها بشويه ديال العسل وزينتها باللوز ايفيلي والسكر كلاصي او السكر الثقيل. صراحه كتجي رائعه. راه شفتوا الشكل ديالها راه كتجي بحال مصايبه بالورقه ديال الفيلو. شتي التزيين بسيط البنات وجات لذيذه. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله. الا عجبتكم ما تنسوناش من اللايكات ومن البارطاج ديال الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وشكرا للمتتبعين القدام والمتتبعين الجداد اللي انضموا لقناه عالم التوأم. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.